السلام عليكم. اليوم راح أعمل لكم طريقة الكيكة التركية مرة ثانية على القناة، لأن طلبت مني أحد الخوات. بنات على طول على المقادير، وعندنا 5 بيضات، هاي الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة. بنات احنا نحتاج كيك هش وخفيف، ما نحتاج كيك منفوش وعالي. مثل ما تخشعون 3/4 الكوب من السكر، 3/4 الكوب صغير من الحليب، والمطيبات اللي هي الفانيلا وطعم الكراميل أو طعم الوغد، رشة من الملح، ونخفق هذا المزيج. إذا تتوفر عندكم العجانة، إذا ما تتوفر بالخفاقة العادية، عندنا نصف قالب من الزبدة. أنا استعملت زبدة بالقشطة حتى تنطي طعم. بعد ما خلطناها تقريبا 5 دقائق وذاب معانا الشكر، نبدي نضيف الطحين. هاي أول كوب من الطحين، هاي ثاني كوب من الطحين. الطحين 0 ويكون منخول مسبقا، وعندي نص معلقة فقط. احنا ما نريد كيك مرتفع، نريد كيك هش، فحطيته نص معلقة من المحسن الجل، ونخفقه لمدة 4 دقائق، وبعدين نضيف ظرفين من البيكنج باودر، ونعلي العجانة على أكبر سرعة، أعلى سرعة، ونخلينه لمدة 6 دقائق، يعني الخفق بالكامل 10 دقائق. عندي هوني معلقة من الخل الأبيض، ضروري الخل الأبيض، وإذا ما اتواجد الخل، خل التمر أو شوية من عصير الليمون. آخر إضافة هي الهيل، حتى لا يسمغ معانا الكيك. بدينا نصبه بهذا القالب بدون دهن القالب، لأن احنا راح نزينه ونخلينه بنفس القالب فقط، ونخلينه على درجة حرارة 180، ونخلينه مدة 30 دقيقة فقط، ما أكثر، ونعلق الفرن فقط من الأسفل. شعوا بنات، هزتين وبعدين على الفرن. هوني بهاي الأثناء معف للأسف ما صور، هوني عندنا كريم شانتيه وعندنا قشطة، نخلطهم سوا، وظرف من الفانيلا وشوية من الطعم. وهوني أيضا سقيت الكيكاي بعد ما نشوت بكوبين كبار من الحليب، أي حليب أي نوعية أنتم تفضلوها خلوها. للأسف هاي اللقطات كلها انمسحت أو معروف ما تصورت نهائيا بالموبايل. على العموم سقيتوا الحليب، مجرد سقيتونه، وبعدين ضفتوا هاي الخلطة اللي هي باكيت كبير من القشطة وظرف واحد من الفانيلا. هون نجي نعمل طبقة الكراميل. ناخذ كوب كبير من السكر، وناخذ نصف القالب الثاني اللي بقى من الزبدة، وناخذ باكيت واحد من القشطة. وإذا اعتزنا بعد راح أضيف الباكيت، عندي باكيت ثاني راح أضيفه. شعوا هاي لون الكراميل. الكراميل على نار هادية أول ما يبدي يذوب الشكر حتى لا يحترق ويصير لونه ما حلو. وشعوا هاي صبيتوا الكراميل على الكيكاي، وبديتوا أزينه بخطوط من الكريم شانتيه. إذا ما متوفرة من القشطة أي شيء يفي بالغرض، أو التزيين أنتم حسب ما تحبون. تحطون طبقة كريمة، وتحطون شرايط أو شرائح من تعملون خطوط رفيعة من الكراميل اللي عملناه حسب ما أنتم تحبون، وتتركونه لمدة 4 ساعات بالثلاجة على الأقل، وبعدين تتناولونه بألف صحة وعافية. ولا تنسون اللايك.